اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. مرحبا بكم في مطبخ خالة القمر. الوصفة تاع اليوم محاشي مشكلة تاع جريوات بطاطا فلفل. هذا واش كان متوفر لي في الدار انايا. نتوما اذا حبيتو زيدوا بيطنجة زيدوا كروم، هادو كامل يجيو بنان. والله جات تسكيله ما شاء الله، جات بنه في القمه. انا ما كنتش راه ندير حسابي نديرو الغدا، اخر لحظه نط نجري قلت استنى نديرو ونصوره لهم ونحطه لهم باه يديروه في رمضان. جاتني الفكره هذه وصورتها لكم عليها. راني درت الروطار، دخل راجلي لقاني مازال ما وجدتش الغدا، ناضي يقول لي وحطينا ني جعت راني هكا. المهم تزيين راني كيما حطيته من هزيته من البلاط حطيته سما ما زينتش حاجه ملي بزاف مليحه كيما عودتكم. بصح البنه صدقوني بنه رايعه، هو قلق بصح كي كلاها نسى كامل القلقه تاعو عينيه ولاو يضحكوا. هيا مالا جربوا الوصفه هذه، راهي بنه كبيره وفرحوا رجالتكم واولادكم ان شاء الله. بسم الله وعلى بركه الله. نروحوا المقادير الوصفه. بصح البنات قبل كل شيء دعموني يا البنات، دعموا القناه هذه اللي راهي تقدم لكم من قلبي، نقدم لكم من قلبي ونحضر نجيب لكم وصفات اللي فيها بزاف البنه ان شاء الله يا ربي. ابوني وضغطوا على زر الجرس باش يلحقكم كل جديد يا رب. بسم الله. هادو هما مقادير الوصفه تاع نهار اليوم. عندنا الخضر اللي رايحين نحشيوهم كما قلت لكم. انا عندي جريوات بطاطا وفلفل، وانتوما اذا متوفر عندكم الكروم بيطنجال تاني يجيو بزاف بنان. هادو هما لي زيبيس: فلفل اسود، البودر تاع الثوم، فلفل عكري، فلفل حار، وفواحه ولا راس الحانوت يا اخي، وتجي ساشيات هكا يسموها فواحه، هذه بزاف تجي بنينه. واذا ما عندكمش تاني مرق الاحمر، توابل المرق الاحمر. عندنا طماطم حبه كبيره، طماطم نحيت لها القشور ورحيتها مليح. عندي بصله كبيره تاني قصيتها كيما راكم تشوفوا. عندي طريف الحم رحيته مليح. وعندي فلفل هذه الملح نص مغرفة كبيرة. عندي طماطم نص مغرفة كبيرة. عندي مغرفة صغيرة هريسة. وعندي مغرفة صغيرة تاع سكر باه ما تجيناش حامضة هذه لاصوص. وتاني توم نقولوا فص توم ولا. وعندي نص كاس تاع رز. حطوه في الماء واحد نصي الساعة في الماء وخليوه ومن بعد صفيوه نصي الساعة. وعندنا معدنوس. درك بسم الله نجيو باش نقليو هذيك البصل. نحطو الزيت كيما هكا يسخن شوية ونحطو البصل 3 مغارف كبار زيت. هذه البصل تاعنا قصيناها هكا، من بعد نخليوها حتى تدبل لنا مليح. هكا نخليوها تقلى شويه ونغطيوها ومن بعد نحطو باقي المقادير. حاولوا كيفاه تولي لنا شغل دوغي هكا. ومن بعد نجيبو هذا الفيونداشي اللحم اللي رحيناها. قلت لكم انا كان عندي طريف رحيته بالشكل هذا. نحركو مليح خليوها تتقلى مليح. ومن بعد تجيبو التوابل: فلفل اسود هكا كميه رشات هكا. وهنا عندنا بودر تاع الثوم. فلفل عكري، فلفل حار، وتوابل المرقه الحمراء. والله كيما قلت لكم تاني تنستخدم هذوك الساشيات تاع فواحه مكتوبه فيهم راس الحانوت، الريحه تاعهم مليحه.
نقولوا ما فيهاش توابل هكا تكون الريحه تاعهم قويه اللي تفسد لنا الطعم تاع الماكله. مخدومه حتى هي فلفل اسود، فلفل عكري، التوابل ملاح، التوابل خدموا بهم في اي صوص تجينا مليحه. عندنا كما قلت لكم فص تاع الثوم، مغرفه صغيره هريسه، نص مغرفه كبيره طماطم، ونص مغرفه تاع ملح، وعندنا سكر، مغرفه صغيره سكر. هكا نخلطو كلش. نغطيوها ونخليوها تتقلى مليح براحتها. هكا دركا نجيبو الطماطم تاعنا كيما قلت لكم حبه كبيره طماطم، نحيت لها القشور ومن بعد ميكسيتها رحيتها مليح. هكا شغل فيها الطماطم حبه كبيره، وفيها تاني اللي هي الطماطم تاع بطاطا، عليها حطيت مغرفه صغيره سكر هكا باش ما تخليش الحموضه هذيك ديجا كي تقلى هكا مليح تنحى الحموضه من الطماطم. هذه هي ونخليوها طيب. عندنا الفلفل هذا درك نحيولو هاد الراس تاعو، نحشيوه مليح ومن بعد زيدو نرجعوه، ولا تحبوا تخليوه هكا كما حبيتو. درك انا راح ندير بالشكل هذا، قسمته على النص. تحبوا تاني كاين اللي يحب كيما هذه الجريوات يقسمها على النص، انا خليتها هكا، قسمت البطاطا الجريوات خليتها كيما هك. كما قلت لكم تحبوا تاني تقسموها على النص باش تطلع لكم كميه كبيره. كيما الحشو تاع اليوم راهي بالك تخرج لنا. ونبداو كيما هك، درت بالموس وجبت هذا موس منشار وبديت ندير. واللي عنده الموس هذاك تاع المحاشي سبيسيال باش يديروا هاد الجريوات والبطاطا راهم يتباعوا. هذا الموس منشار يساعد باش ينقي لي، انا نستخدمه ديما هو. وهذا درك اللي قاعده نخرج فيهم، ما نرميوهمش من بعد نحتاجوهم بالشكل هذا. نحاولوا كيفاه نضغطوا الحبه هكا ومن بعد نديروه بالموس، رانا نحسوه به هكا. نحاولوا كيفاه نديروهم هذوك الحواف هذو يكونوا رقاق، يكونوش خشان بزاف باه يكون الحشو يدخل فيه لداخل بزاف. نحاولوا كيفاه ما نخرجوش لداخل، رانا نموسو ونحسوا به هكا ونشوفوه. درك هكا تجيكم ما تبان لكمش بصح راهي سهله. بالشكل هذا نحاول كيفاه نرقق بزاف بزاف. وتاني ما نخرجوش برا هكا، الموس ما يخرج لناش برا. نحاولوا هذيك تاني البلاصه نحاولوا نوصلوا ليها بصح ما نخرجوش. هي البطاطا كيما هكا سهله. شويه اللي تعبوا الجريوات تخافي هكا تطرشق لك كي تكون جديده، هذا ما نرميوهش الحشو هذا. كما قلت لكم الجريوات شويه هي مليحه. الموس هذاك تاع الحفر بعدا هادو يحفروا به هادو تاع المحشي، هادو الجريوات مليح بزاف يساعد. هكا درت مغرفه صغيره كما راكم تلاحظوا بشويه، ومن بعد جبت الموس هكا. وكنت تقسموها على النص سهله خير وخير، تقسموا الحبه على النص وتبداو تجي مام تجي باهيه وتجيكم بزاف. المحشي تاع اليوم البنه راهي هايله، التفاصيل كيما راهي هكا. شويه جيت مزروبه اخر لحظه حبيت نديرو ونصورو، كان عندي ديجا الغدا بصح من بعد جا في بالي قلت كون نديرو ونصورو نحطه لكم مادام رمضان جاي. دوزيام بلا يجي بزاف بنين، خممت فيكم
كما راكم تشوفوا هذا هو الحشو تاعنا، راهو طاب لنا مليح. وحطيت نص كاس تاع رز هكا، حطيته في الماء واحد نص ساعه، صفيته. عندي كميه واحد المغرفه ولا مغرفه ونص، زوج تاع ولا زوج مغارف هكا كبار تاع معدنوس. هذا هو الحشو تاعنا، راهو واجد. شوفوا الله يبارك كيفاه، راهو جانا بزاف. بالطريقه هذه قليو مليح باش تجيكم بنه تاع الماكله تاعكم. شوفوا كيفاش تاني درت لها هكا باش هذاك لاصوص يدخل لنا مليح، لاصوص يدخل لنا لداخل في الحبيبات تاعنا بالشكل هذا. ممكن نزيدو نقليوهم تاني يتحمروا لنا هكا، وننحيو هادو القشور هكا. البطاطا كامل بالشكل هذا. كباه الصوص من بعد نحطو. انايا هنايا درت صوص خلاف، درت لها شويه صوص بالدجاج، صوص حمراء، ونزيد نضيفها من فوق. درك انا هذا الحشو كاين مثلا اللي يدير ما ويحط لها شويه توابل ويحط الطماطم تاع الباطا هكا وخلاص. بصح انا درت صوص نورمال، صوص خدمتها بالطماطم تاع الحب، البصله، طريف دجاج، ودرت الصوص هذيك. منها قلت نزيد نديرها حاجه خلاف نقول، ونزيد نحطها في هذه البلا. وانتم في رمضان ان شاء الله تكون دايرين الشريبه، وهذا دوزيام بلا. تنقصوا شويه الصوص ونحطوها فوق. نحتاجوا واحد زوج كيسان تاع زوج كيسان، ونحطوها هكا من فوق بياض البيض باه ما يخرج الناش بالشكل هذا. نحاولوا كيف نعمروهم مليح، نحاولوا كيف نعمروهم مليح باه يدخل لنا لداخل. كما قلت لكم هذا راح يكون ان شاء الله دوزيام بلا. ويكون عندكم الشوربه، راح نديروا شوربه تاعكم كي طيب لكم لاصوص، نقصوا منها حوالي كاس ونص حتى زوج كيسان باش تزيدوا تحطوه في هذا الطاجين تاعكم هكا. نزيدو نعمرو الفلفل. هي انا الحاجه اللي تجيني بنينه بزاف ونشتيها بزاف الجريوات والبطاطا وباذنجان والكرم، هادو يجيو طعم هايل، بنه كبيره. فلفل يجيني بنين بصح ما يجينيش البنات تاعهم، ما نعرف كل واحد واش يحب. كيما هكا راني كملتهم كامل. وهاد الحشو تاع الجريوات والبطاطا راني ما رميتهمش. شوفوا الحشو هذا اللي بقات لي شويه، مالا نخلطهم كيما هك ونديرهم في البلاطو كطبقه اولى. دركا نروحوا باه نقليوهم نحطهم غرفه تاع السمن ولا مارغرين، انا ندير صول، ونحطو هكا زوج مغرفات ولا تاع الزيت، زوج مغارف كبار بالشكل هذا هكا. نحطوهم شويه حتى يسخنوا لنا، تذوب لنا هذه المارغرين، يسخن لنا الزيت، ومن بعد نحطو الحبيبات تاعنا. وهذه الطريقه تخلي المحاشي تاعنا بزاف بنان تاني هكا. كيما سخنا شويه الزيت نحطو الحبيبات تاعنا ونحاولوا كيفاك يتحمروا لنا، نزيدو نقلبوهم في الجهات كامل. مام الكرم نورمالمون درته لكم، راهو كاين في القناه، شوفوه تاني. الكرم درته بصدر الدجاج تاني يجي بزاف بنين. بالطريقه هذه حشيت الحبيبات تاعي تاع الكرم وزدت قليته تاني. الاضافه هذه تاع القليان هذه كي تقليها زيد تجي بزاف بنينه. هادو هما الحبيبات تاعنا، نقليوهم ونقلبوهم تاني باش يزيدوا يتحمروا لنا. حاولوا كيفاه تحمروهم مليح. انا شويه كنت مزروبه كيما درت شويه لقيت الوقت جا تاع غدا قريب وصلت الوحده وانا ما زلت ماك وجدتش الغدا.
درتهم شويه شويه هكا. وهذا هو الحشو تاعنا تاع اللي نزعناه من البطاطا والجريوات، وزدنا الاضافه هذيك تاع اللحم تاع الفيونداشي، حطيناهم هكا كطبقه اولى. لا جاو بنان يهبلوا. هذا الحشو شغل تشبع هكا، ها هو راهو فيه كلش. وزيد بلا صوص هذيك جا هايل، ما نرميو والو. هذه هي، هادو هما الحبيبات تاعنا، نحطوهم هكا بشويه، نحطوهم الفوق باه ما تسيحناش هذيك الحشو تاعنا. وشوفوا كيفاش الجهه اللي فيها الحشو راني حاطتها في البلاطو بعد هكا باه ما يخرج ليش. رديتو هكا بالشكل هذا. من بعد هكا راني حطيت هذاك الراس تاني تاع الفلفل، رديتو هكا باه ما يخرج ليش. هذا الشيء اللي دام، هذا اللي يبقى لكم في الزيت اللي قلينا فيه، هذا اللي دام اللي يبقى كامل زيدوا ضيفوه من الفوق، ما ترميوش، باسكو شغل يجي فيه الذوق تاع الفيونداشي تاع الخضره كي تقلى تحمر تجي بنينه. من الاحسن تزيدوا كي يبقى لكم هذاك الزيت وهذيك الزبده هذيك زيدوا حطوها من الفوق كيما هكا. بياض البيض حطوه هكا، ولا تحبوا ما تحطوش كيما تحبوا. انا نشتي الاضافه هذه، تحطوها هكا باه ما تخرج لكمش. وهذه هي لاصوص تاعنا كيما قلت لكم. انا درت صوص حمراء درتها بشويه دجاج، وهاني درت واحد نقولوا واحد زوج كيسان هكاك حطوا. لكن حبيتوها ناشفه حطوا شويه برك كيما هكا. تاعي حبيتها ناشفه. تحبوها شويه فيها الصوص نقولوا حطوا بزاف، حطوا حوالي زوج كيسان تاع لاصوص، ونغطيوها ونحطوها طيب. ندخلوها هكا الموس، نلقاوها طابت. زيدوا فتحوا لها من فوق باه تحمر لكم، زيد تحمر لكم. وهذه هي، وحطوها في الطبق تاعكم، غطيوها وحطوها طيب على نار نقولوا قل على 200 درجه. من هذا تاع الزجاج يزيد يطرطق لكم في الفرن. وهذه هي، هذه هي الوصفه ان شاء الله تعجبكم. وهذه هي الطابله تاع نهار اليوم. كما قلت لكم التزيين راهو شويه شويه، بصح الذوق نضمن لكم بربي ان شاء الله اللي يجربها يحط لي كومونتير ويقول لي راهي جاتني مليحه. ربي ان شاء الله بنه كبيره بالطريقه هذه. ديروه دوزيام بلا في رمضان، تقروا ديجا موجدين الشربات تاعكم ولا حاجه تنقصوا شويه وتحطوها لداخل فيه. هذه هي تاعنا نهار اليوم، الوصفه تاع نهار اليوم بنه كبيره صح. شوفوا كيفاه هاك تشوفوا هاي تبان لكم. حطوا الموس هكا تلقاوها راهو طاب. شوفوا كيفاه راهي تتقص سهله خلاص. شوفوا الحشو كيفاه راهو في كامل الحبه، حبه كامل عليها. راني نقول لكم تاكدوا دخلوا مليح الحشو تاعكم، تاكدوا باللي راهي وصلت لداخل بزاف. هذه تاني البطاطا شوفوا كيفاش راهي طايبه، ذوق تاني يهبل تاع البطاطا. ان شاء الله الوصفه تاع نهار اليوم تعجبكم وتجربوها وديروها في رمضان ان شاء الله، وتصوموا ان شاء الله بالصحه والهنا. يا رب دمتم في رعايه الله وحفظه.